عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل يعيبه قلة أخلاقه، بعده عن ربنا، قسوة قلبه، إنما جيبه ده عند الناس الجيعانة بس. بمعنى أصح الفلوس مش كل حاجة. هيطلع واحد يقول لي يا عم أنت عايش فيه، والله هرجع أقول لك الفلوس ما كل حاجة. ياما ناس أخدت فلوس معاها كتير وناس عندها فلوس كتير ولكنها مفتقدة نعمة الرضا، لأنه هو فقد الوصل ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا ربنا يديني فلوس كتير ونعمة بس ما بشكرش، ربنا يديني فلوس ونعمة كتيرة بس معيش شريكة حياتي في جحيم. فما فائدة الفلوس الآن؟ هرجع وأقول لك الراجل يعيب أخلاقه وبعده عن ربنا رقم واحد مش الفلوس كما قلنا. خلي حساباتك ومعطياتك كما قال الله عز وجل. أهم شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، ما قالش أهم شيء ولا من الأساسيات. ولكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فخلي بالك من أخلاقك ومن أخلاق أي واحد بيتقدم لك، أو من أخلاق شريك حياتك قدر المستطاع، عشان هي اللي هتفضل معاك طول العمر.